ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ حبيت اشارككم النهارده معايا يومي في المطبخ واقول لكم يلا بقى بينا. لقيت ماما بقى جايبه الغدا وبتقول لي يلا بقى قومي حضري الغدا. قلت لها ايه ده؟ بجد انا فرحت قوي بالاكل اللي انت جبتيها. المهم بقى جبت بوله وكنت بقطع بقى البصل. بصراحه انا ما كنتش رايحه اصور لان كنت بدات اقطع البصل وقمت قايله لا انا لازم اشارككم معايا اليوم بتاعي هيبقى ماشي ازاي والاكله دي احنا جايبينها منين، واقول لكم هو طلع حلو ولا طلع عامل ازاي. ويلا بينا. قطعت طبعا البصل، انا بجيب البوله وبحط فيها حبه ميه وحبه ملح وبقوم مقطعه فيها البصل بسيبهم بقى منقوعين فيها. وبعد طبعا ما بقطع اصلا كميه البصل كلها بقوم مصفياهم وبقوم حطاهم في طبق في حبه خل بعصره ليمونه. انا بفضل البصل بحبه بالطريقه دي. وجبت بقى الليمون وقعدت اقطع في الليمون. وطبعا ايه، تلاقي الحاجة قاعدة تقول بيتي اتخرب بسبب الحاجة اللي عمالة تطلع ما علينا. المهم قطعت بقى الليمون. طبعا هو محتاج كمية الليمون دي بأمانة، يعني هو مش محتاج غير كمية الليمون دي. فضلت اقطع بقى كمية الليمون كلها وبرده هقطعها كلها واحطها في احطها برضو في اطباق. كل حاجة بقت غالية بصراحة، يعني البصل والليمون كل حاجة بقت غالية يا جماعة. البصل يعني كان ال4 كيلو ب10 جنيه، دلوقتي انت بتجيبي الكيلو ب30 و40 جنيه وكل واحد بيديكي سعر. فربنا يفك يا رب الغلا علينا كلنا يا رب. بدأت بقى اقطع في الطماطم. في كل حاجة بقى سعرها غالي بصراحة يعني. المهم بقى قلت لا هقطع الطماطم بقى واقطع كل حاجة. طبعا بقى عندي الخيار مش بقطعه، انا بسيبه سليم زي ما هو كده. كده بقى هخلص بقى كمية برضو الطماطم وهحطها في طبق. المهم ان انا اخلص اصلا كل كمية التقطيع وبعدين بقى اقول لكم انا هقطع جايبه بقى الحاجه التانية دي منين. مش عايزه اقول لكم طبعا ان احنا هناكل فسيخ لان دي احلى اكله انا بحبها بصراحه. فنخلص بقى الخضار كله وبعدين نقطع نكمل بقيه بقى الغدا. انا بدات الاول بالخضار يعني. كده بقى خلاص قربنا نخلص كميه الطماطم كلها ونحطها في طبق. كده بقى خلاص كنت قطعت كل حاجة. طبعا البصل حطيته في طبقين وكنت حطيت عليه حبة خل وحطيت عليه شوية رشة ليمون. وقطعت بقى الطماطم وحطيتها في الطبق. معروفة بقى يا جماعة، فسيخ يعني من عند ابو مريم. هي مش محتاجة كلام بصراحة يعني. فابو مريم اصلا ابن خالتي واخويا الكبير طبعا. ربنا يوفقه دايما في شغله وشهادتي فيه مجروحة جدا. ربنا يوفقه دايما واشوفه دايما ناجح اصلا. والفسيخ بتاعه بيبقى جميل جدا وعنده ضمير في شغله. فيلا بقى بينا ننضف الفسيخ. الفسيخ طبعا جبته بقى وبنضفه. بنضفه من بره تقريبا. هو في ناس مش بتنضفه بس انا مش بعرف، مع ان انا باكلش اصلا الجلد يعني، بس انا بحب انضفه من بره يعني. نضفته طبعا من بره. وعايزه اقول لكم ان انا لبست بقى جلوفز وانا اول مره انضف فسيخ او امسك فسيخه كده. لا انا باكل الفسيخ اصلا بالمعلقه، اول مره امسك فسيخه بس قلت البس الجلوفز وكده. طبعا هنا بقى فتحت بقى الفسيخه اللي انا اول مره في حياتي اعمل فسيخ. بس حبيت اشارككم معايا يعني واوريكم اصلا الفسيخ بتاع ابو مريم عامل ازاي من غير ما اقول هو معروف يعني. الفسيخه كانت سايحه. هنا بقى كنت اشتلت الدماغ بتاعه الفسيخه وهنا كانت شكل الفسيخه وكانت حلوه قوي وكان سايح. كان بيتشال حتى بالمعلقه، لما باجي اشتغل بالمعلقه كان سهل جدا وكان سايح قوي. وكان من زمان انا كان نفسي اكل فسيخ بصراحه يعني. فلقيت ماما اللي هي داخله كده فجاه جايبه فسيخ ففرحت قوي. هنا بقى خلاص كنت جهزت كل حاجه وحطيت الفسيخ وبصل بقى. وبحب قوي الفول، بحب الفول قوي 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 لما بيكون مع الفسيخ بصراحه يعني. بخلص بقى الفسيخ وبقعد اكل في الفول. ربنا يبارك لنا يا رب في لمة عيلتنا ويخليهم لينا وهم دايما سندنا يا رب. بقى الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه واعملي مشاركه واعملي سبسكرايب واعملي لايكات كتير. وهنزل لكم كل حاجه جديده، اي حاجه جربها في اي حاجه انا عملتها جديده. تابعوا معايا الصفحه وتابعوا معايا على اليوتيوب. ابو مريم بيعمل عروض كل خميس وجمعه. غير لو انتي روحتي اصلا من تبعي في اي يوم غير الخميس والجمعه هيعمل معاكي عرض حلو. وهيعمل معاكي تخفيضات وكده. قولي بس نتابع هناء مختار. اشوفكم بقى في فيديو جديد ومع السلامه.